هو النادي الاهلي لعب مباراه الى حد ما كويسه على الجانب الفني. على الجانب الفني النادي الاهلي لعب مباراه مش وحشه. ليه مش وحشه؟ ان انت مضيع فرص كتير جدا جدا. الشوط الاول لوحده يخلص 4-0 4-0 مرتاحه 4-0 يعني بكامل الاريحيه. تاو على الشحات على كهربا تخلص 4-0. بدايه الشوط الثاني من الدقيقه 45 للدقيقه 65 الاهلي كان ليه فرصتين بهدفين، يعني اللقاء كده يخلص 6-0. طيب 6-0 دي هل كانت تدي اريحيه للاهلي؟ طبعا كانت هتدي اريحيه كبيره جدا جدا للاهلي، وكانت هتدي اطمئنان وهتدي دفعه معنويه كبيره قبل كاس العالم للانديه. ولكن لما نيجي نلوم هنلوم اللعيبه. كنا في الاول بنلوم المدير الفني على اي حاجه وكان اي حاجه بتحصل للفرقه كنا بنجري امشي يا مدير يا فني يا كخه. دلوقتي احنا عرفنا مين هو السبب في الاداء اللي مش كويس حتى الان، وهو اللعيبه. اذا لما انت تدي قرارات، القرارات دي هتخرج على اللعيبه، مش هتخرج على المدير الفني. المدير الفني مش هيدخل ارضيه الملعب يسجل لك الكره بايده. كره حسين الشحات اللي جت في العارضه وخرجت مش هيجي مارسيل كولر يمسكها بايده ويدخلها في الجول. كرة بيرسيتاو اللي كان انفراد مش مارسيل كولر هيدخل جوه الملعب ويعملها تشيب من فوق الحارس عشان تدخل مثلا. اذا الخطأ بنسبة 99% كان عند اللعيبة. ال1% كان عند مارسيل كولر في التغييرات اللي عملها. تغييرات فيها عدم تركيز كبير وعدم توفيق كبير، الاتنين مع بعض. هتقولي ليه؟ هقول لك دي تغييرات اعتياديه. يعني ايه؟ يعني انا متوقع ان انا امام عاشور هيدخل هيعمل اداء كويس. ليه؟ لان انا لعبته قبل كده. كذلك احمد نبيل كوكا، ولكن احمد نبيل كوكا ما يدخلش في ماتشات متكهربه زي دي. دي ماتشات متكهربه ما يدخلش فيها لعيب لحد ما هو لسه ناشئ، لسه ما يعرفش الدنيا دي ماشيه ازاي. تغيير كهربا بموديست ما فهمتهاش الحقيقه. كهربا كان عامل شغل كبير جدا جدا ومجهود كبير جدا جدا في منطقه ال 18. حسين الشحات ايضا كان عامل مجهود، كان واخد الجهه اليمين دي على حسابه، كان واخدها براحته كده، الساحه براحته يلعب فيها اللي هو عاوزه. اي نعم ضيع كتير، ولكن كان هو عامل مجهود يشكر. ضيع، دي اراده فنيه، دي اراء فنيه المدير الفني يتكلم فيها معاه. ولكن احنا لما نيجي نتكلم على الاداء، المجهود البدني اللي بذله حسين الشحات في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني. بيرستاو ما خرجش، ولكن بيرستاو بيثبت لك يوم عن يوم ان هو لعيب اساسي، هو من القوام الاساسي للفرقه. طاهر محمد طاهر ده مش مباراته، والحقيقه كلمه عايز اقولها، طاهر محمد طاهر مش مكانه في النادي الاهلي. هقولها مره واثنين وثلاثه مع كامل الاحترام لقدرات طاهر، ولكن مش في النادي الاهلي. موديست مش قدرات النادي الاهلي، موديست مش قدرات الجونه حتى، مع احترام النادي الجونه. ده بالنسبه للتحليل المباراه اللي شفناها امبارح للنادي الاهلي وشباب بلوزداد اللي تعادل فيها النادي الاهلي 0-0. وايضا كان النادي الاهلي متصدر وما زال متصدر ب5 نقاط في مجموعته المجموعه الرابعه.